السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة، قلوبكم طيبة. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا النهارده اشارك معاكم وصفة من بعد العيد بقى، كل سنة وانتم طيبين. وصفة الفطير بسكر. فطير بسكر دي على ايام تيتا الله يرحمها، كانت بتعملها لنا واحنا صغيرين. بجد الفطير ده يعني سهل بسيط سريع، وعايزه اقول لكم ان الاولاد بينبهروا بيه. اول حاجه انا عندي نص كيلو دقيق، حاطه عليه معلقتين من السكر ورشه من الملح بس، ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي مواد دهنيه ولا اي حاجه، وميه بس. ادي العجينه. هفضل احط ميه زي ما انتم شايفين كده لحد ما العجينه تلم معايا وتبقى زي الفل. اول ما تلم معايا خلاص، والطبق بتاعي ينضف وايدي تنضف، خلاص كده هي مش محتاجه ميه تاني، مش محتاجه اي حاجه تاني. هديها بس عجنتين حلوين كده، اتاكد ان هي العجينه لمت ناعمه حلوه متماسكه، وخلاص. المهم انا عجنتها وسبتها في الطبق كده، ولا هتخمر ولا حاجه، انا سبتها بس ايه تريح عقبال ما اجهز. حطيت عندي الرخامه طبعا نضيفه ومغسوله. حطيت بقى الزيت كده على جنب في زاويه من الرخام، وهبدا ان انا اقطعها لكور صغيره جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عملت معايا 14 فطيره بالظبط. 14 فطيرة يا بنات بالشكل دوت. تستخدمي الدقيق او الزيت. انا استسهلت الزيت بصراحة، وقلت انا هعملها ايه، بالزيت كده سهلة عليا وسريعة، بدل دقيق بقى ونعفر وخارجين من عيد والمكان نضيف، فمش عايزين نبهدل الدنيا. الزيت بالنسبة لي اسهل لي. فانا حطيت كده ايه مسحة كده من الزيت او الدقيق زي ما قلت. وهتبدأي ان انت تقطعي كور صغيرة، وتحاولي ان انت تخلي الفطاير كلها زي بعضها كده بمقاس واحد، كور صغيرة. هكور كده كل الكمية زي ما انتم شايفين، عمل معايا 14 كورة. وهسيبهم يرتاحوا، يعني هسيبهم يرتاحوا عادي جدا. بعد كده هبتدي بقى ان انا اخد نقطة من الزيت، وابتدي بقى ان انا احطها كده في يعني الناحية التانية جنب الرخامة زي ما انتم شايفين كده معايا. وابتدي بقى ان انا ادهن بيها الرخامة، واخد اول واحدة. طبعا انا عقبال ما كورت الكور، وعقبال ما جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها زيت نضيف، وحطيتها على الفرن، لان انت بتعمل يعني مش على الفرن، اسفه، ولعت عليها يعني النار، لان انت بتعملي وتشتغلي على طول، يعني مفيش ان انت ايه تخلصي كل الكميه وبعد كده تقلي، لا يعني تخلصي وتقلي، تخلصي وتقلي، وهكذا. المهم انا بقى ايه حطيت الزيت في الطاسه، ووطيت النار كده وسبته يسخن. اكون عملت لي مثلا 3 وحدات 4 وحدات، فاهمين؟ اكون بس ايه عملت كام واحده كده، عشان طبعا هو مش بياخد وقت في القلي. تمام. بعد كده بقى ابتدي بقى ان انا افرد العجينه زي ما انتم شايفين كده. لو اتقطعت معاكي ما يشغلكيش، لان كده كده الزيت مغطيها من فوق ومن تحت، انا بس هرققها. وبعد كده اطبقها 4، وطبقيها الشكل اللي يعجبك، يعني هو الشكل ده بتاعك انت، التطبيقه دي بتاعتك انت. بس يا بنات، فانا عملت اول واحده زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها مجهزه عندي صينيه. وزي ما قلت لكم كده، انا موطيه النار على الزيت، وعقبال بس كده اعمل 3 وحدات 4 وحدات، لان هو طبعا ما بياخدش وقت. طبعا اول ما تحسي ان العجينه تحت ايدك او الفطير تحت ايدك ناشفه كده، وطبعا احنا بنعمل بالزيت. الدقيق نفس الحكايه، لو حسيت ان هي بتلزق منك ولا حاجه حطي حبه دقيق. الزيت نفس الحكايه، حسيت ان هي لا مش بتفرد معاكي ومش احسن حاجه، حطي لها مسحه من الزيت واشتغلي. طبعا زي ما انتم شايفين ببدأ بقى ان انا اورقها كده على قد ما اقدر، وافرد فيها. ولو اتقطعت ما يشغلكيش، لان كده كده انت بتطبقيها على بعض، فمش فاهميني، يعني مش محتاجين الشكل الواو اللي هو احنا، بس على قد ما نقدر ان احنا نخليها خفيفة، عشان لما اقليها في الزيت تكون مستوية، لان طبعا هي صغيرة والزيت هيبقى حامي سخن، فهيبتدي بقى ان هو يعني ايه هتتحمر على طول. بس فزي ما انتم شايفين كده، وببدأ طبعا من اول واحدة انا كورتها، واخد بالترتيب هكذا هكذا، تكون هي ارتاحت عشان لما اجي افرد تفرد معايا بسهولة. عملت معاكم 1 و2 و3، بحيث ان انت تشوفي الحاجة قدامك، وعشان برضو تبقى الحاجة قدام عينك هي يعني انا بعمل ازاي. ولو اتقطعت مش غلطيش، مفيش واحده متقطعتش مني، ورغم كده هتطلع معايا سليمه بعد القلي ومجهزه، ولا هتفك ولا التطبيقه هيحصل لها حاجه ولا اي حاجه خالص. هتشوفوا معايا كل حاجه دلوقتي. بس يا بنات هكمل انا بقيه الكميه مع نفسي. انا شركت معاكم كام واحده بس كده اوريها لكم. بصوا طبقتها نفس الحكايه، وزي ما قلت لكم التطبيقه دي بتاعتك انتي، غيري في الشكل ده بتاعك انتي. عندي زيت حامي، كنت بجرب اول واحده بس فحطيتها، وزي ما انتم شايفين كده هي بقى بتبدا تغلي. هتقولي ده انا هطلعه هيكون شارب زيت ولا حاجه؟ اقسم بالله زي الدونتس عجينه بتحطيها تقلي في الزيت، هتقولي بقى بتشرب زيت، تيجي تاكليها ولا كانك اصلا قليها في زيت. عفوا يا بنات، بعتذر على صوتي، بس يعني ايه انا الصوت رايح عندي خالص. بس المهم ان انا ايه جبت صينيه عليها ورقه،
يعني عليها ورقة كده او مناديل مطبخ، بس انا يعني ايه بفضل في الفطيرة احط ورق، يعني زي ما تيتا الله يرحمها كانت بتعمل لنا. بشيل بقى الفطيرة، ابدا احط غيرها، وزي ما انتم شايفين كده برش عليها الزيت من على الوش من فوق، عشان عقبال ما تاخد الوش من تحت تكون خدت من فوق، عشان تبقى ايه السوا واحد، تكون درجة الحرارة من فوق ومن تحت عليها تبقى حلوة زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. يعني بصوا هي بتاخدش وقت، بتحمر معاكي طبعا، بتبقى مقرمشة، يعني انت بتطلعيها بتبقى مقرمشة. عندك بقى سكر بودرة، يعني انت السكر طحناه يكون بودرة جاهز معاكي. اول ما بعمل اول مثلا 4 5 وحدات كده زي راق كده على الصينية، ارش بسكر بودرة واحط اللي بعديهم، وارش سكر بودرة واحط اللي بعديهم، مع السخونية بيطرى، يعني بيبقى طري شوية، يعني بيبقى فيه قرمشة وفي سنة طراوة كده، فبيبقى ميكس حلو جدا مع السكر البودرة تحفة، ولا فيه والله طعم الزيت ولا اي حاجة. جربوها كده واعملوها للاولاد، حاجه سهله حاجه سريعه. او بقى لو جبتي حبه من الورق كده وغلفتي بقى كل فطيره كده في ورقه زي الفطير بتاع بره بالظبط، يعني لو طبقتيها على نصين كده وحطيتيها في قلب ورقه وهي سخنه هتطلع معاكي، يجي الطفل بقى يفك الورقه ياكلها. عايزه اقول لكم ان بجد ما تختلفش حاجه عن بره. فحاجات بسيطه جدا. كانت يعني ماما وتيتا الله يرحمها كانوا بيعملوا زمان الحاجات ديت، وكنا بنتبسط بيها، فقلت اشاركها معاكم بما اني عملتها لاولادي. عفوا يا بنات، حقكم عليا على صوتي، انا اسفه. المهم يا بنات، انا بقى قلت ايه بعد وانا بقى بحمر كده وبقلي، كنت بقى شغاله برضو بفرد، يعني انا كنت شغاله عماله بفرد واقلي وافرد واقلي وافرد واقلي. اول ما خلصت كميه ايه، كميه ان انا خلصت مفيش عندي فرد تاني، لكن لسه بقلي. فغسلت طبعا الرخامه بتاعتي ومسحتها ونضفتها، ورجعت مسحتها تاني مره واتنين وتلاته، عشان طبعا استخدمها بعد كده تكون نضيفه زي ما عملت معاكم الفطير كده. المهم بعد ما خلصت بالشكل دوت، طبعا دي كل كميه الفطير زي ما انتم شايفين. الطبقات اللي من تحت طبعا الرقين اللي تحت اللي انا كنت عاملاهم حاطه عليهم سكر بودره، اللي فوق طبعا الاخرى دول لسه. فزي ما انتم شايفين كده في مصفى كده، وبرش عليها سكر، بغرقها بالسكر لان هي ما فيهاش اي طعم خالص، هي عجينه، فاللي بيطعمها السكر اللي انت بتحطيه. طبعا دي اخر واحده، ما قدرتش ان انا اكسرها معاكم سخنه جدا، فقلت اخد واحده كده قبليها تكون طريه عليا ايه شويه، وتكون كمان برضو قادره ان انا امسكها لان كانت سخنه جدا، عشان برضو اقدر ان انا اقسمها لكم واوريها لكم من جوه. بصوا بتبقى طبعا متورقه كده، التوريقات اللي انت عملتيها تطبيقات زي ما هي، ولا بتفك ولا بيجرى اي حاجه، مقرمشه طريه، السكر محليها، طعمها تحفه تحفه تحفه. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا يا بنات، بجد اللهم بارك، يعني حاجه حلوه جدا، والاولاد هيتبسطوا بيها، سهله سريعه مش مكلفه خالص، بشويه دقيقه تعمليها. اشوفك على خير في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.